بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية صحتك تهمنا. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ده بيفيد قطاع كبير من الشباب والرجال، اللي هو عن أسباب وعلاج ضعف الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب، سواء كانت أسباب جسدية أو أمراض مزمنة أو أسباب نفسية أو عاطفية أو نمط حياة معينة أو بسبب أدوية. وإزاي فرق بين ضعف الانتصاب النفسي وضعف الانتصاب العضوي، وإيه طرق العلاج، ومين الطبيب المختص اللي هو للعلاج في بعض الحالات. كمان هنتكلم عن زيوت طبيعية بنعالج بيها سرعة القذف. كمان هنتكلم عن نقطة مهمة جدا تخص بعض الشباب والرجال، اللي هي مساوئ العادة السرية اللي تستنزف الرجال وتعمل لهم مشاكل. بعد كده هنتكلم عن العلاجات العشبية والمشروبات الطبيعية اللي تحسن الانتصاب وتعزز الرغبة الجنسية وتزود وتقوي الطاقة الطبيعية وتحسن الخصوبة للرجال. نتكلم عن بعض المكملات الغذائية وبعض الفيتامينات اللي هي مسؤولة عن حلول المشاكل ديت. كمان هنتكلم عن خلطات مع العسل وبعض الأعشاب تعزز القدرة الجنسية. ومسحوق قبل النوم ممكن ناخده علشان يقوي الانتصاب، وإضافات ممكن نضيفها للقهوة بتاعتنا بتاعت الصبح عشان تدي انتصاب قوي، وبذور بناخدها علشان تزود الرغبة الجنسية وبناخدها قبل العلاقة بتاعتنا. نرجو في البداية لما عملت اشتراك في القناة رجعني اعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك الجميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، وضغط على زر الجرس وضغط على الكل توصلكم كل الإشعارات. ندخل على طول في موضوع إيه هي الأسباب اللي هي مشتركة بتبقى لضعف الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب. في أسباب جسدية وأمراض مزمنة بتعمل صعوبة أو فقد الانتصاب أو انخفاض الرغبة الجنسية أو ضعفها خالص، زي مشاكل في الأوعية الدموية، سواء كانت أمراض قلب، سواء كانت أمراض ارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول، تصلب الشرايين، كلها بتقلل تدفق الدم للعضو الذكري. تاني حاجة اللي هو أمراض السكري، اللي هي بتعمل تلف للأعصاب وتلف للأوعية الدموية وبتأثر على الوظيفة الجنسية. تالت سبب اللي هو الاضطرابات الهرمونية، اللي هي بتأثر على هرمون الذكورة أو هرمون التستوستيرون اللي بتنقصه، وده أكتر سبب شائع. كمان ارتفاع هرمون البرولاكتين أو هرمون اللبن عند الرجال. كمان بعض الأمراض المزمنة زي الفشل الكلوي المزمن، مشاكل الغدة الدرقية، بعض الأمراض العصبية زي التصلب المتعدد اللي فيه تلف الأطراف، تلف الأعصاب، والباركنسونيزم والسمنة. نيجي بقى تاني، دي الحاجات اللي هي أسباب مرضية أو أسباب جسدية. في أسباب نفسية وعاطفية اللي هي ضغوطات الحياة وضغوطات العمل وضغوطات البيت والتوتر والقلق والإجهاد. ده بيرتبط طبعا بالأداء الجنسي ويأثر على الرغبة وعلى القدرة في الانتصاب. كمان الشخص اللي عنده اكتئاب. كمان أهم مشكلة في كتير من الأفراد اللي هو مشاكل العلاقة الزوجية، الخلافات مع الشريك، انعدام الثقة، نقص التواصل التعاطفي بينهم. كمان بعض الأشخاص بيبقى عندهم قلة الثقة بالنفس وصورة الذات السلبية. كمان ممكن أسباب للضعف بتاع الرغبة وضعف الانتصاب اللي هو نمط الحياة، وزي الناس اللي بتدخن تدخين بيغير أو يضر الأوعية الدموية. الناس اللي هي مدمنة للكحول أو المخدرات. كمان قلة النشاط البدني ومفيش رياضة يمشي يعملها بانتظام فما بتنظمش الدورة وتعمل مشاكل في الدورة الدموية، أو إن في بعض الأنواع من الأدوية اللي بياخدها ممكن تأثر على الموضوع ده، زي مضادات البول، زي حشرات بيتا، زي مضادات الاكتئاب، زي بعض أدوية البروستاتا كآثار جانبية ليه. نيجي للعلاج. هنعالج الأسباب اللي هي بتحصل، فبنغير في نمط الحياة، نتبع نظام غذائي صحي عشان نتحكم في الوزن بتاعنا ونتحكم في الأمراض المزمنة،
ونركز على اننا ناكل فاكهة وخضروات طازة وفيها زنك وفيها فيتامينات، وناكل بروتين خالي من الدهون يحسن الصحة العامة ويحسن الأوعية الدموية. نبعد عن التدخين ونقلل الكحوليات أو نبعد عن الكحوليات كمان. نمارس رياضة بانتظام، سواء كانت رياضة الجري أو السباحة أو المشي السريع أو الرياضة اللي هي يعني أنواع الرياضة القلبية أو اللي هي الكارديو، يعني اللي الشخص بيزيد دقات قلبه لما بيمارسها. دي مفيدة جدا. كمان إدارة التوتر بالتمارين الاسترخاء والتأمل والتحدث مع النفس وتقليل التوتر والقلق يعني. كمان ممكن الشخص يحتاج إلى دعم نفسي وعلاج نفسي واستشارة جنسية طبعا، أو علاج زوجي للاثنين عشان يشوفوا العلاقة بينهم واللي بتأثر على الأداء الجنسي، يعني استشارة طبية. فلو كان طب مين الطبيب اللي هو ممكن يساعدهم؟ اللي هو طبيب المسالك البولية أو أخصائي الغدد الصماء أو حتى الطبيب العام للتشخيص الدقيق ويعمل لهم خطة للعلاج بتاعتهم. العلاجات دي علاجات اللي هي تغيير في نمط الحياة، وبعد كده في علاجات عن طريق الطبيب اللي هو علاجات أدوية، اللي هي الأدوية الفموية اللي هي زي مثبطات الفوسفودايستيز، دي اللي هي زي السيلفيتافين اللي هو الفياجرا، والألفا الفارودو دينافيل، أو السيالس لعلاج ضعف الانتصاب. دي بتزود تدفق الدم للقضية. كمان البدايل بتاعة التستوستيرون، لو السبب نقص هرمون التستوستيرون فممكن ياخد حقن التستوستيرون أو الحبوب بتاعته. كمان ممكن ياخد أدوية بتتحقن أو تتحط في الإكليل أو في قناة مجرى البول في نهايتها اللي هي زي البروستاجلاندين. ده مهم جدا. أو الحل النهائي لو مفيش أي فايدة من الحاجات دي كلها وما عندوش انتصاب وضعف رغبة جنسية، يعمل أجهزة الانتصاب أو زرع دعامة أو الشفط اللي هي مضخة لتفريغ القضيب. دي في الحالات الشديدة اللي فشل فيها العلاجات بتاعتها. وكمان ما تحاولش ان انت تعمل لنفسك تشخيص ذاتي وتعالج نفسك، لازم تستشير الطبيب قبل ما تعمل. طب ازاي افرق اذا كان الانتصاب ده ضعف الانتصاب نفسي ولا عضوي؟ طبعا الحاجات اللي تدلنا على ان ضعف الانتصاب ده عضوي مش نفسي مش عضوي، اللي هو صعوبة الانتصاب، يعني فقده اثناء العلاقة رغم من ان عنده رغبة جنسية قوية، او ظهور الاعراض ومشكلة في العلاقة بسبب موقف عمل له توتر نفسي، او الشعور بالقلق من الاداء بتاعه، او الخوف من الفشل في العلاقة مع الشريك او عدم رضاء الشريك او ارضائه، او عنده اعراض اكتئاب، او فقد الاهتمام بالانشطه والنشاط الجنسي عموما. طبعا العضله المسؤوله عن التحكم في الانتصاب والقذف اللي هي عضلات قاع الحوض. فيه مكملات بتحسن الخصوبه وبتدعم السائل المنوي وحركه الحيوانات المنويه، واللي هي عباره عن فيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين اي اللي هي مضادات الاكسده اللي بتحسن حركه الحيوانات المنويه وتحميها من التشوهات والتلف التاكسدي. كمان الزنك مع فيتامين سي. الزنك مهم لانتاج التستوستيرون زي ما قلنا في فيديو سابق لوحده عن الزنك وزياده انتاج هرمون الذكوره. كمان الفيتامينات المسؤوله عن تدفق الدم للعضو الذكري اللي هي حمض الفوليك، اللي بيحمي من ضعف الانتصاب عن طريق خفض هرمون الهوموسيستين اللي هو الحمض الاميني. لما بيخفضه بيزود انتاج اكسيد النيتريك، بيعمل ارتخاء للاوعيه الدمويه وتمليء وتحسين تدفق الدم للعضو الذكري. كمان فيتامين د نقصه بيعمل اضطراب في وظيفه البطانه بتاعه الاوعيه الدمويه وبيقلل انتاج اكسيد النيتريك.
كمان فيتامين ب3 والنياسين اللي هو بيعالج ضعف الانتصاب المرتبط بتصلب الشرايين، لأنه بيحسن مستويات الكوليسترول في الدم. كمان فيتامين ج لوحده اللي هو قلنا عليه، اللي هو بيدعم مسارات اللي بتنتهي بإطلاق أكسيد النيتريك، وبيزود كمان مستوى هرمون التستوستيرون. كمان خلطات بنعملها مع العسل شوية أعشاب عشان تعزز الصحة الجنسية، اللي هي العسل مع الخرجان يقوي الانتصاب، العسل مع الحبة السوداء بيعزز الخصوبة، العسل مع الفستق والقرفة بيعزز الرغبة الجنسية، العسل مع الزنجبيل بيزود الحيوية الجنسية. بعد كده هنتكلم عن الأعشاب والمشروبات الطبيعية اللي هي بتحسن الانتصاب بدرجة كبيرة. طبعا في عندنا عشبة الجينسينج والجينكو بلوبا اللي بتزود إنتاج أكسيد النيتريك. عندنا الزنجبيل اللي بيزود تدفق الدم وبيتحكم في القذف. عشبة الماكا بتتحكم في الرغبة والطاقة. وكمان مشروب القرنفل ومشروب التروبلاس. كمان فيه بعض مأكولات بنهتم بيها زي الخضروات الورقية، السبانخ والخس واللفت، والمحار والسلمون والمكسرات، والفلفل الحار اللي فيه مادة الكابسيسين، والكرز اللي فيه مادة الكاروتين، والطماطم اللي فيها مادة اللايكوبين، والفاكهة بتاعة البطيخ السترولين اللي بيزود تدفق الدم، والبرتقال اللي فيه فلافونويد، والافوكادو والعنب والجزر، والموز اللي فيه بوتاسيوم وفيه بروميلين، ودقيق الشوفان اللي فيه أرجينين وبتحول لأكسيد النيتريك. بنتجنب الأطعمة اللي هي ممكن تنقص إمداد الدم للعضو الذكري وتخلي فيه مشكلة لضعف الانتصاب ونقص الرغبة الجنسية، اللي هو الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات والأطعمة المصنعة والألبان كاملة الدسم والحلويات والأطعمة وبعض البقوليات، وعدم الرياضة طبعا والتدخين والحاجات دي. طيب، فيه عندنا زيوت بنعالج بيها سرعة القذف، ندهن بيها القضيب نفسه، اللي هي زيت القرنفل. بنجيب 10 ل 15 نقطة من زيت القرنفل مع معلقتين من زيت الزيتون، وبندهنهم مع تدليك خفيف للقضيب، ونسيبه وبعد 10 دقايق وقبل الاتصال الجنسي، وبنغسل طبعا بقى قبل الاتصال الجنسي. كمان في عندنا زيت النعناع، ناخد منه 4 نقط مع معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وندلك بيها ونتركه دقايق وبعد كده بنغسله. كمان في زيت الزنجبيل بناخد 5 نقط مع معلقة كبيرة من زيت الزيتون وندلك بيها، وزيت القرفة 3 نقط مع معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وندهن بيها ونقعد 10 دقايق وبعد كده نغسلها. طيب، فيه مسحوق قبل النوم برضك بيقوي الرغبة الجنسية ويزود الانتصاب، اللي هو مسحوق البنجر أو الشمندر. بنخلطه مع المية، أو بنخلطه مع سموزي، أو بنخلطه مع شاي أعشاب، ونقلبه كويس ونشربه قبل النوم، قبل ما نعمل أو قبل العلاقة الجنسية يعني. كمان مسحوق المكة ممكن ندوبه في حليب دافي، أو نضيفه للسموزي، أو نخلطه مع شاي عشبي عشان برضك نفس الشيء. مسحوق الأشواجندا ده علشان التكيف ومع التوتر، فبندوبه في حليب أو في عسل أو في أو معاه نرش معاه قرفة، ده بيساعدنا كتير. كمان في إضافات ممكن نحطها الصبح على القهوة بتاعتنا، بتساعد على تحسين الانتصاب، اللي هو إضافة نص معلقة صغيرة من القرفة، أو معلقة صغيرة من مسحوق الماكا، أو معلقة صغيرة من زيت جوز الهند، أو رشة صغيرة من الزنجبيل، أو ناخد شريحة زنجبيل نحضرها مع القهوة، أو بناخد معلقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الغير محلى ونحطها على القهوة. دي كلها بتزود الانتاج بتاع اكسيد النيتريك وتحسن الرغبه الجنسيه وتحسن الانتصاب لما يجي يحصل.
كمان في بذور بتعزز الرغبة الجنسية، ديت بنطحنها ونستخدمها. أهم البذور ديت زي بذور الحلبة، معلقة صغيرة مطحونة من بذور الحلبة مع عسل وناخدها، أو بذور الشاية معلقة كبيرة بنقلبها أو بننقعها في نص كوباية مية وبعدين بنشربها قبل العلاقة. كمان بذور السمسم معلقة كبيرة بنطحنها مع الطحينة وناخدها قبل العلاقة بالليل. بذور عباد الشمس أو دوار الشمس حفنة صغيرة بنحمصها أو نجففها وناخدها. بذور الشيح بنطحنها وناخدها مع حفنة مكسرات. طبعا فيه ممارسة العادة السرية بتستنزف الرجولة بصمت، لأنها الآثار السيئة بتاعتها ممكن تعمل إرهاق عصبي نتيجة التفريغ المتكرر ونقص الدوبامين، فبيقلل الرغبة والتركيز. كمان بتعمل انخفاض لهرمون التستوستيرون، وده بيوقف الإنتاج الطبيعي. كمان ممكن تعمل التهابات البروستاتا واحتقان والقصف المتكرر. نتيجة هذا الاحتقان والقصف المتكرر بيعمل التهاب في البروستاتا. كمان ممكن تسبب تقلبات مزاجية وضعف الانتصاب والبرود الجنسي، طبعا عشان دماغه بيتعود على وضعية معينة للإثارة، الإثارة المصطنعة مش الطبيعية. كمان بتفقد معادن وطاقة، بتفقد زنك وتفقد مغنيسيوم، وبتعمل مشاكل العضو الذكري وفقد الحساسية بتاع العضو الذكري، وأحيانا تعمل تقوس للعضو الذكري. طبعا فيه علاجات سريعة كده للقذف المبكر. ممكن زيت القرنفل في ضعف الرغبة، الافوكادو، برود الجنسي، جينسينج بالكاكاو، التعب بعد ممارسة الجنس، تمر مع مشمش مجفف، قلة السائل المنوي ياخد حب العزيز، أثناء الجماع بيحصل قلق ياخد نعناع أو يشرب نعناع، انعدام النشوة ممكن ياخد موز وباي. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. نرجو في النهاية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكثر عدد من حبايبكم واصحابكم وأحبابكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل اشعاراتنا، واكتبوا لنا في تعليقات المواضيع اللي عاوزين نجاوب عليها، هنجاوب عليها. ونتمنى لكم الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.